تعالوا ناخد جولة سريعة في واحدة من أقدم الحضارات في العالم، حضارة بلاد الرافدين، أو زي ما بنسميها النهاردة العراق القديم. الحضارة دي نشأت بين نهرين كبار، دجلة والفرات، عشان كده اتسمت بلاد ما بين النهرين. النهرين دول كانوا سبب في خصوبة الأرض ووفرة الزراعة، وده ساعد على قيام حضارات عظيمة زي السومريين، الأكاديين، البابليين، والآشوريين. أول حضارة ظهرت كانت الحضارة السومرية، ودي كانت موجودة حوالي سنة 3500 قام في مدينة أور، وابتكروا حاجات كتير زي الكتابة المسمارية على ألواح طينية، واخترعوا العجلة، وبدأوا في بناء المعابد الكبيرة اللي كانت بتتسمى الزقورات. بعدهم جه سرجون الأكادي ووحد بلاد الرافدين لأول مرة تحت حكم واحد، وده كان إنجاز كبير في التاريخ. نيجي بعد كده لحمورابي، واحد من أشهر ملوك بابل، واللي كتب أول قانون مدون في التاريخ اسمه شريعة حمورابي، وكان شعاره العين بالعين والسن بالسن. ومن أهم ملوك بابل كمان كان نبوخذ نصر الثاني، اللي اشتهر بقوته وإنجازاته المعمارية، وبنى الجنائن المعلقة اللي كانت من عجائب الدنيا السبع. وكمان أعاد بناء مدينة بابل وجعلها من أعظم مدن العالم القديم. أما الآشوريين فاشتهروا بقوتهم العسكرية وتنظيمهم، وسيطروا على مناطق كبيرة، وكانوا بيبنوا مكتبات عظيمة زي مكتبة نينوى اللي كانت من أوائل المكتبات في العالم. حضارة بلاد الرافدين ساهمت في حاجات كتير زي الرياضيات، كانوا بيقسموا الساعة ل60 دقيقة، الفلك والتقويم القانون العمارة. ورغم أن الحضارة دي اتعرضت لهجمات وغزوات كتير، لكنها سابت بصمة ضخمة في تاريخ الإنسانية.